السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صفحة رانيا كيتشن. اليوم جيناكم طريقة عمل دجاج التكة. منا للمقادير، طبعا أنا عندي هون دجاجتين. عندي معلقة كبيرة زعتر ناشف، معلقة كبيرة بابريكا مدخنة، معلقة كبيرة بابريكا حارة حسب الرغبة، معلقتين كبار ماجي بودرة، معلقتين كبار كاري، معلقة بهارات شواي، معلقة فلفل أسود، معلقة بهارات مشكلة، زيت زيتون معلقتين كبار، 4 ل5 أسنان توم مطحون، مع 150 غرام لبن، وكاسة خل أو نص كاسة، ومعلقتين كبار معجون الطماطم. هسه بدي افرجيكم كيف تشرحوا الدجاج. طبعا انا عندي الدجاجة زي هيك فتحتها، طبعا بتكبسوا هيك في عظم من هون لازم تنكسر، بعدين بتشرحوا عشان يدخل كل الخليط جواه. هسه بدنا نبلش نعمل خلطة الدجاج. هون عندنا الخل، 150 غرام لبن، معجون الطماطم معلقتين كبار، طبعا عندي هون الزعتر الأخضر، بابريكا المدخنة، طبعا هاي اللي بتعطي طعم التكة الصح، بابريكا حارة حسب الرغبة، ماجي بودرة، كاري، بهارات شواي، فلفل أسود، وبهارات مشكلة، طبعا الزيت الزيتون، والثوم حسب الرغبة. خلطنا كل البهارات مع بعض، بدنا نحط الدجاج. طبعا نخلط الدجاج منيح بالبهارات، طبعا هون محل ما شرحنا. طبعا بنتركه بالثلاجة ليلة كاملة، وبدنا نشوف طريقة الاستواء تبعتها. هسه هون الدجاج عنا بعد ما قعد ليلة كاملة بالثلاجة بالخلطة. بدي افرجيكم كيف بدنا نطبخه. طبعا انا عندي هون صينية لازم تكون القصديرة طويلة، لانه انا بدي اطبخه بالقصدير، فما راح اعرضه على النار بمي او اشي، بس بالخلطة وبالقصدير. بنحط الدجاجة هيك، والدجاج الثاني هيك، لاني بدي افحمه فعشان تيجي الفحمة هون. بندير الخلطة تبعته عليه. هسه هون بعد ما حطينا الدجاج بدنا نسكرها. بتسكروها زي هيك منيح. بتحطوا هون كاسة او لكاستين مي عشان تستوي على البخار شوية، اما هي لازم تسكروها منيح، ما لازم يفوت عليها مي نهائي. بتحطوها على درجة حرارة 200 لنار عالية مدة 10 دقايق، بعدين بتوطوا النار ل 180 لمدة ساعة ونص، بعدين بتدخنوها. وخلونا نشوف طريقة التقديم. هاي دجاجاتنا بعد ما استووا لمدة ساعة ونص بالفرن. هسه بدنا نشوف التحمير والتدخين وطريقة التقديم. هسه الدجاج هيك عنا تحمر. هسه بدنا ندخنه. بنحط الفحم بالنص ونحط عليه قطرات زيت النباتي. هي الخبز اللي بدنا نقدمه مع دجاج التكة. طبعا هاي الخليط اللي عملنا فيه الدجاج، اللي تبلنا فيه الدجاج نقصنا منه عشان ندهن فيه الخبز تبعنا. خلينا نشوف طريقة الدهن. تدهنوا بأي خبز اللي بدكم إياه حسب رغبتكم. أنا عندي هون خبز الشراك. بعدين تطووا عليها كمان خبزة، وهيك بصير جاهز للتقديم. بنحطه بجات التقديم وبنحط فوقيه الدجاج. خلينا نشوف طريقة التقديم. دجاجنا صار جاهز، دجاج التكة هيك بعد ما تحمر. طبعا بتقدم مع بصل وبقدونس وسماق ومتومة حارة، تومية الحارة. بتلاقوا وصفتها على صفحة رانيا كيتشن. طبعا حطينا تحته الخبز المدهون بالصوص.
ألف صحة وهنا. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا بقناة رانيا كيتشن.